ثالثة إنها زوجة محترمة. الزوجة المحترمة بتعرف إن اسم زوجها أمانة في رقبتها، وسمعته قبل ضحكتها، وكرامته قبل أي هزار عابر في الشارع. لما زوجها تركب مواصلة وتقعد تهزر مع السواق أو تضحك مع البائع علشان ينزل في السعر، يمكن هي فاكرة إنها كده شاطرة وبتعرف تتعامل مع الناس، لكن الحقيقة إن اللي قدامك غالبا ما بيشوفش شطارة، هو بيشوف واحدة بتفتح باب للكلام والهزار وبيفهمها بطريقته هو مش بطريقتك انتي. الزوج ما بيشوفش كل حاجة، لكن احترامه لازم يكون حاضر حتى في غيابه. الزوجة اللي تضحك وتهزر مع رجالة غريبة وهي عارفة ان زوجها ما يعرفش، مش بتضحك بس، هي بتكسر حاجة كبيرة اسمها الثقة. والمشكلة الأكبر مش في نظرة الناس، المشكلة ان في زوج غايب عن الموقف لكن اسمه وكرامته حاضرين فيه. الوفاء الحقيقي مش بس انك ما تخونيش، الوفاء انك تحافظي على حدودك وتخلي كل الناس تحسب لك ألف حساب. مش كل اللي بيضحكلك بيحترمك، احيانا الضحكة اللي بتفتكريها مكسب بتكون في نظر غيرك خسارة كبيرة. واخر كلامي، اللي بتحب زوجها بجد بتخاف على سمعته وكرامته، وبتعرف ان الضحكة اللي على حساب احترامه ما تستاهلش تضحك اصلا. وكالعادة عايزة اقول لكم ان ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا اسعد عبد الرحمن ودي النضارة السودا. سلام.